أو قيل لرجل أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول في صلاتك ودعائك؟ قال: أقول ربي ادخلني الجنة وقنا النار، ولا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني ما أعرف شو تدعون، أنا دعائي بسيط: دخلني الجنة وخلصني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن، يعني حول طلب الجنة والفرار من النار ندعو الله تعالى. فهذه الأقوال يقولها الصوفية في بعض الحالات التي تغلب عليهم محبة الله أو كذا كذا، فتصدر منهم جمل وعبارات هذه يجب أن نجد لهم فيها عذرا، لا نتخذها قدوة لنا. قال رجل من الصالحين بلغ به الشوق والتعلق والطاعة لله، قال: يا رب، لقد استوى عندي النفع والضر ما دام الاثنان منك، فامتحني بما شئت، فأنا راض بقضائك وراض بما تحكم به عليه. فابتلاه الله بحصر البول، فأخذ يتألم ويدعو الله تعالى أن يطلق إدراره، وأخذ يطوف على الأولاد في الطرقات يقول لهم: ارموا عمكم الكذاب بالحجارة. يعني هو كذب في قوله: يا رب تساوى عندي النفع والضر فامتحني بما شئت. هذه سطحات تصدر عن الصوفية، ونحن نجد لهم التأويل، لا نتخذها قدوة. وكتاب الله مملوء في طلب الجنة: وقنا عذاب النار، وآتنا ما وعدتنا على رسلنا، ولا تخزنا يوم القيامة. هذه أمور واضحة. أما هؤلاء الذين يسمون بالصوفية، هؤلاء تغلب عليهم بعض أحوال، يغلب عليهم الشوق، كالذي يجد حبيبه مثلا ألفاظه وعباراته ربما تنفلت منه، لأن ما يقدر يعبر عن حالة التعبير الدقيق. فنحن نهتدي بكتاب الله وبسنة رسوله وبأدعية رسل الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هاي من الأدعية المأثورة. الحسنة في الآخرة دخول الجنة والوقاية من النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله.